السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. كل سنه وانتم طيبين. لو هتاكلوا فراخ مشويه في العيد انصحكم تشوفوا الفيديو ده. فراخ مشويه في الفرن بنكهه الفحم تحفه، فرخه تحفه بجد والله العظيم. فرخه او اي قطعه من الفراخ، يعني الطريقه دي بسيطه جدا. التوابل بسيطه، مش كتير، مش مكونات معقده. حاجه بسيطه جدا وطلعت نتيجه تحفه وما خدتش وقت. اهم حاجه ان هي تقعد في التتبيله كويس. شايفين قبل ما تستوي شكلها عامل ازاي وبعد ما استوت شكلها عامل ازاي. هناكلها جنب اي حاجه. انا كنت عامله شويه رز وهنعمل جنبها صوص جميل جدا تحفه. يلا بينا نبدا. التتبيله زي ما قلت لكم بسيطه، عباره عن توم وصلصه حسب كميه الفراخ، معجون صلصه حسب ما كميه الفراخ اللي احنا هنعملها. والليمون هنستخدمه كله على بعضه. هنستخدم البشر بتاعه، بشر القشر بتاعه. هنبشر ليمونتين كده حلوين. ناخد ال القشر بتاعها، بس ما نجيش على القشرة البيضة عشان ما يمررش معانا. وهناخد العصير بتاعها طبعا. التوم مع الليمون هيدوا نكهة تحفة. تمام. زيت، زيت زيتون او زيت نباتي اللي متوفر عندكم واللي بتحبوه. شوية شوية زعتر صغيرين او حسب برضو كمية الفراخ اللي هنعملها. شوية فلفل، وما ننساش الملح. وكده التتبيلة ما شاء الله خلصت، وكان الله بالسر عليم. تمام. مش محتاجة بقى لا بصل ولا تضربي طماطم في الخلاط ولا اي حاجة خالص. حاجات بسيطة جدا وهنطلع منهم في احلى فراخ مشوية ان شاء الله. في معلقة عسل هتديها لون حلو وتديها طعم حلو قوي، او ممكن معلقة سكر او عسل اسود. نقلب التتبيلة دي ونجيب الفراخ بتاعتنا. طبعا انا غاسلة الفراخ وكنت مجمداها وهي ملحقتش تفك الصراحة. فاحنا هي المفروض تبقى فكه من التلج بتاعها. فانا هعمل فيها فتحات بالايه بالسكينه عشان التتبيله. بس فتحات من جوه، مش من بره، عشان مش عايزه اشوه الجلد من بره. ابتدي بقى اتبلها بالصلصه دي، واتاكد ان التتبيله دخلت في كل النواحي او كل الجهات بتاعه الفرخه، من بره ومن جوه. ولو حبينا نحط تحت الجلد نحط. ويفضل طبعا ان هي تقعد فتره في التتبيله دي. انا كنت مستعجله لكن برضو طلعت جميله، طلعت حلوه جدا. يفضل ان احنا نعملها مثلا من بالليل ونعملها ونسيبها في التلاجة. طبعا انا مولعه، لو هنعملها على طول هنكون مولعين الفرن. انا هشيلها في التلاجة شويه عقبال ما نعمل الصوص الخطير اللي هيتقدم معاها. هي ما شاء الله لونها حلو من قبل ما تستوي. ممكن بقى نعمل جنبها شويه مكرونه، شويه خضار، شويه رز وخضار. ممكن تتاكل بالعيش كده، جميله تحفه ولذيذه والله العظيم. يلا بقى نعمل الصوص. نجيب زبادي، هو يفضل زبادي يوناني، انا ما كانش عندي الزبادي يوناني، جبت الزبادي عاديه. وعودين كرفس او الكرفس الافرنجي، وثمرة فلفل حامي هتديها طعم حلو، تديها آه طعم حراق حلو كده. وعصير نص ليمونه او عصير ليمون يعني حسب ليه. وشويه ملح وشويه فلفل، وما نكترش الملح عشان انتوا عارفين الزبادي او اللبن بيتاثر بسرعه بالملح. وهنحط زيت زيتون او زيت نباتي، زيت ذره مثلا. ونضرب الخليط ده. ما شاء الله الصوص بجد تحفه. هحطه في بوله بقى واشيله في التلاجة واقدمه مع الاكل ان شاء الله لما تخلص الفراخ، لما تخلص باذن الله. طعمه بجد حلو قوي، جربوه جنب اي مشويات هيبقى حلو، مش لازم الفراخ المشويه. جربوه ان شاء الله يعجبكم باذن الله. هشوي بقى الفراخ في الفرن. ولعت الفرن، سخنت الفرن كويس، وعندي شبكه. جيت احطها على الصاج الكبير، لقيتها هتسقط في الصاج. انا عايزاها تبقى مرتفعه شويه، حطيت صاج اصغر في الكبير. ابتديت بقى ارص الفراخ على وش الشبكه كده. ممكن شبكه الفرن على فكره، بس نحط طبعا تحتيها حاجه صينيه كبيره عشان ما يدخنش وتتحرق مني. بواقي الصلصة الزيادة اوزعها كده على الفراخ كلها وندخلها الفرن. انا مقربة الشبكة، مش حاطة الشبكة في النص، الشبكة حطها قريبة من ارضية الفرن. خدت لون من فوق ومن تحت، قلبتها برضو عشان تاخد اللون الجميل ده. خدت تقريبا ساعتين او ساعتين الا ربع. نتيجة تحفة، الشكل تحفة ولذيذ. هي بتتكلم عن نفسها يا جماعة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. نديها بقى طعم مدخن كده. سخنت في حماية وحطيتها تحتها وغطيتها بورقة فويل حوالي 10 دقايق. خدت طعم الفحم وطعم التدخين. نقدمها بقى جنب الرز بتاعنا، جنب المكرونة، بالعيش. كلوها زي ما انتوا عايزين وزي ما تحبوا.
ممكن نحطها على السفرة كده بالشكل ده على فكرة، لو عندنا ضيوف هتبقى حلوة برضو قوي. جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هتجربوها وهتلغوا كل الوصفات اللي عملتوها للفراخ المشوية والصوص الخطير ده. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم بإذن الله، واذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.